بيقولوا إن أسوأ إحساس في الدنيا إنك تمشي في ممر ضلمة طويل وتسمع صوت خطوات من غير ما يكون في حد وراك. القصة دي حصلت مع محمود، شاب شغال في شركة أمن خاصة. كان عندهم تكليف بحراسة مبنى مستشفى حكومي قديم اتقفل من سنين بعد ما حصلت فيه حرايق وحوادث غامضة. محمود استلم الوردية بتاعته الساعة 12 بالليل. المبنى ضخم وموحش، مليان غرف فاضية وأسرة صدية وحيطان متآكلة. صغيرة واقفة لابسة فستان أبيض وبتبصله من بعيد. هو اتجمد مكانه، ولما رمش بعينه البنت اختفت. حاول يكمل ورديته بس التوتر كان بيخليه يسمع أصوات غريبة، أنين، صرخة مكتومة، باب بيتفتح ويقفل. وفي مرة وهو ماشي في الممر حس إن في إيد باردة لمست كتفه. لما لف ورا مفيش حد. اللحظة اللي خلته ينهار لما دخل غرفة عمليات قديمة، لقى على الحيطة مرسوم بخط أحمر: أنت اللي جاي الليلة مش هتخرج. محمود جري بأقصى سرعة، نزل السلم وطلع على الشارع من غير ما يبص وراه. تاني يوم قدم استقالته وقال إنه عمره ما يرجع يحرس المكان ده تاني. بعد الليلة المرعبة دي محمود كان فاكر إن الموضوع انتهى بمجرد ما ساب المستشفى، لكن الغريب إن الكوابيس بدأت تطارده. كان كل ما ينام يشوف نفسه واقف في نفس ممر المستشفى، واللمبات بتفصل وتنور حواليه، والبنت الصغيرة اللي شافها واقفة بعيد بتقرب منه خطوة بخطوة. مرة حلم إنها مدت إيدها الباردة ومسكت إيده وقالت له بصوت متقطع: أنت لازم ترجع. محمود بقى يصحى مفزوع وعرق ساقع مغرق جسمه. وصل لدرجة إنه بقى ينام بالنهار بس عشان يهرب من الأحلام. محمود بقى يصحى من النوم مفزوع وعرق ساقع مغرق جسمه. وصل لدرجة إنه بقى ينام بالنهار بس عشان يهرب من الأحلام. في يوم قرر يواجه خوفه ورجع للمكان الصبح بدعوة إنه عايز يتأكد إن عقله ما بيضحكش عليه. دخل المستشفى، الشمس منورة والجو عادي. بدأ يلف بين الغرف لحد ما وصل غرفة العمليات اللي كان فيها الكلام مكتوب على الحيطة. الغريب إن الكتابة ما كانتش موجودة، لكن وهو بيتلفت سمع صوت همس ورا ظهره: إحنا مستنيينك. لما لف بسرعة لقى سرير حديد قديم بيتحرك لوحده لحد ما وقف قدامه، وفجأة باب الغرفة اتقفل بعنف كأنه اتقفل من قوة مش بشرية. الهوا بقى تقيل ومحمود حس كأنه في حد بيخنقه من غير ما يلمسه. فضل يصرخ ويحاول يفتح الباب لحد ما غاب عن الوعي. الناس لقوه ملقى بره المستشفى على الرصيف، مش فاكر هو خرج ازاي. بس من اليوم ده محمود اختفى من الشركة ومن المنطقة كلها، محدش يعرف هو راح فين. في إشاعات بتقول إنه اتجنن واتحجز في مستشفى تانية، وفي ناس بتقول إنه سافر بعيد، لكن سكان الحي بيأكدوا إنهم بقوا يسمعوا صوته بيصرخ جوه المستشفى مع باقي الأصوات، وكأنه انضم للي محبوسين هناك. بعد اختفاء محمود الموضوع ما وقفش عنده. في 3 شباب من المنطقة قرروا يدخلوا المستشفى دي بدافع الفضول. كانوا سامعين إشاعات عن صرخات وأصوات بتتسجل في الموبايل لو فتحت الكاميرا جوه. ال3 دخلوا في نص الليل. أولهم اسمه شادي، والتاني يوسف، والتالت أحمد. كانوا شايلين معاهم كشافات وبيصوروا لايف عشان يثبتوا للناس إن مفيش حاجة اسمها أشباح. أول ما دخلوا الكشافات بدأت تضعف واحدة واحدة. يوسف قال لهم: يا جماعة، البطاريات لسه مشحونة، ده مش طبيعي. وأثناء ما بيتكلم الموبايل بتاع شادي اللي بيصور وقف فجأة، والكاميرا جابت لقطة سريعة جدا لوش راجل واقف وراهم. لكن لما لفوا ما لقوش حد. زاد الرعب جواهم، لكن أحمد قال بعناد: لأ، لازم نكمل، لو خرجنا كده الناس هتضحك علينا. كمل ما وصلوا نفس غرفة العمليات اللي دخلها محمود. الغرفة كانت بردها غير طبيعي، والهوا فيها تقيل كأنهم تحت مية. شادي فجأة سمع صوت محمود نفسه اللي اختفى من شهور. صوته جاي من جوه الغرفة: اخرجوا بسرعة، ما تلحقوش. يوسف اتجمد مكانه وقال: انتوا سمعتوا؟ ده محمود. لكن أحمد بص في وشهم وقال ببرود: أنا ما سمعتش حاجة،
يمكن انتوا بتتخيلوا، بس في اللحظة دي ظهر وراه ظل طويل أطول من أي بني آدم بيمتد على الحيطة كأنه مش تابع لجسمه. شادي صرخ وجري، يوسف جري وراه، لكن لما بصوا وراهم لقوا إن أحمد لسه واقف بيتكلم مع الفراغ كأنه شايف ناس، والأغرب إنه كان بيضحك. التنين خرجوا بالعافية من المستشفى، رجعوا بعدها دقايق يطمنوا على أحمد، ما كانش موجود، وكأن الأرض انشقت وبلعته. النهاردة في ناس بتقول إنهم شافوا أحمد بيقف عند شباك الدور التاني جوه المستشفى، عينه سودة كلها وبيشاور للداخل كأنه بيغري أي حد يدخل. أما صوت محمود فبقى بيتكرر مع صرخات تانية لحد دلوقتي.